لو انت من الناس اللي بتحب تمسك مج النسكافيه رايح جاي في المكتب، تعالى بقى اقول لك النهارده على ايه هي الخطوره اللي ممكن تعود عليك لو انت شربت النسكافيه اكتر من مره في اليوم. تعالوا بقى كده النهارده نعرف ايه هي خطوره النسكافيه. النهارده احنا مش هنتكلم عن النسكافيه كبراند، احنا هنتكلم على القهوه اللي هي سريعه التحضير. مشكله القهوه سريعه التحضير يا جماعه ان هي بتخش في بروسيس اعلى من البن العادي، يعني غير القهوه التركي اللي احنا بنشربها عاديا. القهوه التركي لو احنا لاحظنا، لو احنا شاريب قهوه زي حالاتي كده، القهوه التركي ما بتدوبش في الميه، احنا بنقعد نقلب فيها، بس هي في الاخر لما تيجي تشرب فنجان القهوه بنلاقي القهوه مترسبه تحت او البن مترسب تحت. لكن القهوه سريعه التحضير عمرك ما هتلاقي فيها القهوه مترسب تحت. ده بيرجع ليه؟ بيرجع ان القهوه او البن ده بيتحمص تحميص زياده شويه بدرجه حراره اعلى لوقت اطول، عشان القهوه تكون قابله للذوبان في الميه. غير كمان ان في يعني في شركات بتحط كمان عليها جزء من ليستين الصويا عشان تعمل ان هي تبقى مستحلب قابل للذوبان في الميه. طب ايه بقى المشكله؟ او المشكله في ايه؟ المشكله ان دي ماده بيخش فيها النشويات، يعني هي طبيعتها فيها نشا، جزء من صغير من النشا. ومشكله النشا زي ما اتكلمنا والناس اللي متابعاني من زمان قلنا الموضوع ده في حلقه القلايه الكهربائيه او القلايه او الاير فراير، ان مشكله النشا لما بيتعرض لدرجه حراره عاليه لوقت طويل بيحول ماده اسمها ماده الاكريمالايد. ماده الاكريمالايد دي بقى موجوده في السجاير، موجوده في القهوه سريعه التحضير، موجوده في البطاطس، موجوده في العيش. العيش المتحمص هيكون فيه اكريمالايد. البطاطس اللي هي بتقعد فتره كبيره قوي في الفرن او في القلايه بتتحول فيها النشويات لماده الاكريمالايد. طبعا البن بما ان احنا قلنا ان في نشويات وقلنا ان هو بيتحمص لوقت طويل والحراره درجه حراره عاليه، فبيتحول النشا فيه الاكريمالايد. مشكله الاكريمالايد اللي موجود في الحاجات دي بيبقى اسمه A2، وال A2 ده غير ال A1. ال A2 اللي هو اثبت ان هو بيعمل سرطان لفئران التجارب في المعمل. طب ايه بقى المشكله؟ المشكله ان طالما في اتحط محاذير على فئران التجارب في المعمل، هو ما اثبتوش علميا ان هو بيأثر على الانسان كسرطان، بس بيعمل مشاكل تانية كتيرة جدا. اهمها ان انت بيجيلك مشاكل هضمية، بيجيلك ارق. طبعا احنا مش هنقدر نقول ان النسكافيه مضر بشكل قاطع او بشكل عام، لا هو كفايه عليك مجين او 3 في اليوم ده بحد اقصى، لان مشكلتها ان هي لما بتعمل تنبيهات زياده عن الاشارات العصبيه للمخ بتسبب لنا ارق والنوم ما بنعرفش ننام كويس. ثانيا بترفع معدل ضربات القلب. الحاجه الوحيده اللي ممكن نستفيدها من النسكافيه، او احنا بنتكلم عن ان هو معروف باسم النسكافيه عشان ما حدش يقول ده اعلان، ان احنا بنعمل منه زي ما بقول كده ايه، بنستفيد منه بفوائد تانية اللي هي مضادات الاكسده. ومضادات الاكسده في النسكافيه كويسه جدا. مضادات الاكسده لو احنا عايزين نتكلم عليها قولوا لنا تحت في الكومنتات. بس انا حبيت النهارده اوجه بس الناس ان هي ما تشربش بكميه كبيره، لان في ناس بتشرب بالسبع 8 مجات في اليوم وده مش كويس. اتمنى لكم كل الصحه والعافيه. معلش والله كان في حلقات انا بصورها وفي حلقات معلش اتاخرت عليكم فيها، بس والله بس عشان كان ظروف المرضيه والله وكان عندي شويه ظروف، فمعلش استحملوني. اشوفكم دايما على خير. مع السلامه.